الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للإمام أبي بكر بن عبد الله العيدروس رحلتان إلى حج بيت الله الحرام. كان أولها سنة 880 للهجرة النبوية، وكانت الثانية في سنة 888 هجرية. في هذه الرحلة الثانية خرج الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس بصحبة ابن عمه الإمام عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، ورفيق دربه في العلم والعرفان، في طلب العلم والعرفان عن الشيوخ العارفين. ومر في طريقهما إلى زبيد وبيت الفقيه، وأخذوا عن جماعة من الشيوخ العارفين عند خروجهم في هذه المناطق. أخذوا عن جماعة من الشيوخ العارفين الجامعين بين العلم والمعرفة والتربية. ثم بعد ذلك توجه الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس إلى زيلع للقاء أميرها محمد بن عتيق، الذي كان قد التقى به في حجته الأولى سنة 880 هجرية، وكانها قد تعلق به كونه من أهل العلم والمعرفة، وكونه من المنتسبين إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وهو في زيلع بلغه خبر وفاة والدته السيدة الصالحة الجليلة عائشة بنت عمر المحضار، نبأ وفاتها، فحزن الإمام العيدروس على فراقها حزنا شديدا، وتذكر أنها قد رأت رؤيا وأخبرته أنه لن يحضر موتها. في رؤيا منامية رأتها السيدة عائشة بنت الحبيب عمر المحضار، رأت يعني في المنام أنها دخلت الجنة، يعني نظرت لترى ابنها فلم تره، فسألت عنه فقالوا هو في زيلع. كان الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس لن يذهب أو لن يسافر لما رأى من موجدة والدته، إلا أنها قد أصرت عليه على خروجه، وأخبرته بهذه الرؤية، وأنها عرفت أنها ستموت وأنه لن يحضر وفاتها. فخرج الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس وذهب إلى زيلع، وبلغه خبر وفاة والدته. ثم بعد ذلك بعد أيام ركب البحر وذهب إلى الحديدة، ومن الحديدة إلى تعز، ووافقها دخوله في ذلك الوقت أن توفي واحد من كبار العلويين من آل بني علوي، وهو الإمام عمر بن عبد الرحمن صاحب الحمراء. فاجتمع أهل تعز لما رأوا الإمام العيدروس، ورأوا أنه قريب من هذا الإمام الجليل، قاموا بواجب العزاء للإمام أبي بكر بن عبد الله العيدروس. والظن أن الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس لما يخلوها أو تخلو رحلته إلى زيلع وإلى تعز من لقاء الشيوخ العارفين، لأن هذه المناطق أيضا لم تخلو من كبار العلماء العارفين الصالحين في تلكم الآونة.
ثم بعد ذلك توجه الإمام، راسل أهل عدن الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس لكي يحضروا إلى تعز لكي يعطوه واجب العزاء، فأرسل إليهم أنه سيأتي إليهم. ثم بعد ذلك توجه الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس إلى لحج، ومن لحج راسل الإمام العيدروس أهل عدن وعلماءها أنه في لحج، فخرجوا كلهم في صعيد واحد للقاء هذا الإمام الجليل. ثم بعد ذلك توجه الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس إلى مدينة عدن، وهنا يعني دخل الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس مدينة عدن في 13 من ربيع الثاني في سنة 889 هجرية، وفي محفل عظيم ومشهد كريم يليق برجل يعني جمعها يعني شرف العلم والنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء أهل العلم وأهل الصلاح هناك يعني تلقوا الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس بحفاوة كبيرة وأشادوا به، واجتمعت القلوب على محبة هذا الإمام. توطن الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس نزولا عند رغبة أهل عدن في هذه المدينة العظيمة التي لطالما كان لها يعني أو كانت محطة ترحال لكثير من الأولياء والصلحاء، كما يتبين من التواريخ التي كتبت عن مدينة عدن، منها تاريخ ثغر عدن لبا مخرمة وغيرها من الكتب. وابتنى هذا الجامع تحت نظر هذا الإمام الجليل، وكان يعني موطنا ومهوى أفئدة طلاب العلم وذوي الحاجات والمساكين والناس المنقطعين، والذين يحتاجون إلى من يعلمهم ومن يربيهم ومن يسلكهم ومن يأخذ عنه. وابتني له قبة بناها له عامر بن عبد الوهاب، ثم بعد ذلك بنى الرباط الأمير مرجان، وابتنيت بعد ذلك أروقة صغيرة، ولا زال هذا الجامع وهذا الرباط المنسوب لهذا الجامع يعني قد أخذ دوره في هذه الآونة، ويعني أصبح موئلا لطلاب العلم ينهلون فيه العلوم التي قد أخذوها عن رجال العلم ورجال المعرفة من حضرموت، من البلد التي أتى منها الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس، وهي مدينة تريم الغنة المحروسة حرسها الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون القول والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا من المحبين لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خدامها ومن خدام وراثها الفخام من أمثال الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس رحمه الله تعالى ورضي عنه، ورضي عن آل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة المنتخبين وجميع عباد الله الصالحين، وإلى حضرة النبي.